واش بن هاشم غيكون مساعد مدرب الوداد؟ لا هو المساعد ماشي غيكون. بعد ما كان غيكون اوفيسيالمون كان البارح مصنداو في العشيه. البارح راه كان حتى البارح كاع حتى هذا راه كان مصنداو. يمكن كيقول لك عدم توفره ديالو على الرخصه ديال التدريب هي اللي ما خلاتوش. على اي ما عليناش. انا كنظن بانه هذا المشكل ديال دابا الان ديال هذه القضيه ديال الادجوا، المشكل ماشي في الادجوا. فهمتي اش بغيت نقول لك؟ المشكل ماشي في الادجوا، المشكل دابا هو المدرب كيفاش غادي يتعامل مع الادجوا. المدرب هو اللي عنده رقم واحد، هو اللي كيكون عنده الاختيارات واش يقدر واش كيتفاهم مع الادجوا. الادجوا راه جا ادجوان الاول وجا ادجوان الثاني. دابا الا جينا نشوفوا الوداد منين بدات دابا حاليا واحد 4 سنين ولا 5 سنين. لي زادجوان بزاف. شحال ديال لي زادجوان جاو بزاف. ويعني علاش ما عمرها ما تبتات علينا واحد الادجوان كان مستقر. ثم كاينه واحد القضيه اللي كتلعب هنا دور مهم، هي ان بعض لي زادجوان اللي تيكون عندهم افاق تيبغيو يمشيو يخرجوا يخدموا، من بعد ما كيدوز ديك المرحله ديال ادجوان داك الشيء كيخرج يمسك فروق من الهوات وكيبقى غادي وكيشتغل. كاين اللي كيديرها معكوسه دابا بحال فوالا كاين اللي كيضرب دوره مع الكبار وكتلقى ادجوان. دابا انت توضع لي السؤال بحال دابا امين بن هاشم الاختيار ديالو يكون ادجوان. انه هو مدرب اشتغل في الفروق دار اليوم هو ادجوان في الوداد، هذا اختيار ديالو. ما تعرفش شنو هو من ناحيه الفيكو وداك الشيء اللي عاشوا مع الفروق مزيان داز مع فروق اللي كبيره الفاتح كونفيرمي راه اس في اخرين ماشي ما كنهضروش دابا حنا بن هاشم كنهضروا على بن هاشم مدرب. دابا بن هاشم ادجوان في الوداد، بن هاشم في الوداد ادجوان. المشكل ماشي هو في الادجوان، في المدرب كيفاش غيتعامل مع المدرب ومع الادجوان. واش غيكون يعني التوافق واش غادي يكون؟ انا ملي كنقرا ديك التدوينه اللي دار صابر وبانه اذا كان على قبل هذيك 10 دقائق ولا جو سي با ما عرفتش شنو وقع، لا قبل التعامل وداك الشيء، انا كنظن في غياب واحد المنسق، في غياب هذوك الناس اللي كيتوفروا عليهم النادي الاهلي اللي كنت كنهضر عليهم دائما انا وياك منير وصحاب لي سيرفات وصحاب هذوك الناس اللي كيكونوا تما واحد 4 ولا 5 اللي هما اللي كيتداخلوا ما محطوطينش غير هكا تما. ما كاينش دابا التواصل ما كاينش. دابا وقع اللي وقع مع المدرب مع صابر، لا يعلم الغيب الا الله. الجمهور كله كيتساءل اشنو هو اللي يقدر يكون وقع. واش فهمتي؟ اشنو هو اللي يكون يقدر وقع؟ شنو هو دابا المسؤوليه اللي غتكون على العاتق ديال صابر عبد الاله؟ وانه ديجا كان عندك واحد السبق اصرار اللي كنقولوا حنايا، هو ان تخاصمتي مع غاريدو يمكن الانفعالات ديالو، الطبع ديالو اللي دوز مع الرجاء صدامي هو وصدام كما كيقول دائما منير، وداك الشيء اللي وقع عليه مع السفري وداك الشيء. الجمهور كله ديال فريق الوداد كان عنده واحد عطى الحق لصابر رغم انه المشيه ديالو في واحد الليله ديال الماتش ديال سيمبا كانت شويه صعيبه. وكنظن بانه الرئيس مي كومون بعدا تحيه اللي خلاوها حتى مورا الماتش عاد لا ماشي ما تسمعتش حتى تقدر تكون الامور سويتو ما عليناش نمشيو بداك الطريقه ديال انه الحمد لله اللي ربي كان مع فريق الوداد والاستفاده. ما كان شي حاجه اخرى كنتي تعرف كانت لغه اخرى غادي تكون. اليوم كيجي مدرب جديد، شنو هو اللي غيوقع دابا؟ هو انه الجمهور ما تقبلش هذيك القضيه تاع ما يمكنش في ظرف اسبوع يوقع عراك مع جوج ديال المدربين، مع الاولاني ومع غاولي يقول لك راه المشكل واقيلا عندك انت. دابا المشكل اللي مطروح دابا هو صابر هو خرج بتدوينه ديالو بانه راه مظلوم وبانه ما كانش تجاوب وما كانش. انا حباده علاش كنقول لك انا الغياب بشكل تام. كتلقى واحد المدرب كيشتغل في مركب ورئيس كاين في واحد البلاصه، الوسط الفراغ ما كاين والو. وهذاك الوسط مهم، هذاك الوسط مهم بزاف، هو اللي كينقل اي حاجه صغيره كبيره كتنقل. وهذاك الوسط هو اللي كيزكي الامور، هو اللي كيقدر يعالج الامور قبل كاع ما توصل للرئيس. في غياب واحد المحاور، في غياب واحد
ان نوم دو كونفيونس ولا جو سي با. ولكن في خدين مي كتكون انت ماجوري فاكسيني في واحد لا بيريود اللي صعيبه والفرقه ديالك صعيبه، مي كتقول دومي فينال مع ساندونز وكنعرفوا كاملين ساندونز دابا كيفاش دايره وكتجي يعني كيوقع هذاك الاصطدام مع المدرب. لا هي ماشي وكتمشي ما مربوطاش بالماتش. خردين مشى بعيد. لا واحد دابا هو مشى بعيد. انا كنهضر على رايي انا كيفاش شفت انا هاد القضيه هادي، سي كو في هاد لا بيريود هادي يعني الواحد يقاد الامور ديالو الا ما كانوش هذوك الوسطانيين ديال لا كومونيكاسيون كلشي. هو يعني الواحد كيكون ماجوري فاكسيني عارف شنو كيدير، يدوز حتى دوز هاد لا بيريود ونحلوا المشكل. لا ماشي هكاك. واش فهمتيني انا كيفاش شفتها؟ غتشوفها بهذيك الطريقه، ولكن ماشي كلشي كيتشابه. ماشي كلشي كيتشابه. هو وقع الا وقع سوء تفاهم. سوء التفاهم اللي يقدر يتحل زعما ماشي. لا 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 ملي كتكون يعني سهله انك تعطلتي 10 دقائق. وكان بطريقه ديال سميتو كان يمكن يتعالج هاد الامور، لانه هو في حد ذاته على داكشي اللي قريت ما كانش شي حاجه اللي هي ما كتستاهلش فوالا. ولكن ما كتعرفش ما كتعرفش فوالا الكوليس الامور ما واضحاش. صافي دابا اللي عطى الله عطاه، صافي راه مشى الله يعاونو. دابا الوداد دخلات المرحله مع بن هاشم ومع سميتو. انا نعاود نقول لك واحد القضيه. بن هاشم خدم في لي زيكيب، الشوفه ديالو كل شيء غادي ولكن واش المدرب غادي نجلس انا مع امير بن هاشم ونقدر نقول لي غتساعدني وغادي نتعاونوا وغادي نخدموا. غتساعدني كمدرب. واش هذا هو المشكل اللي خصو يكون، اللي انا الشيء الايجابي اللي خصو يكون. دابا عندنا عندنا واحد المشكله دابا كنعيشوها حنا في الرياضه المغربيه عامه، وهو عندنا بحال داك لادجوان بحال كتجيبو غير سوري كيكون بحال دابا غير ما عرفت باقي ما وصلناش على ان لادجوان في ليكيب سوني بلي داك لادجوان اللي كنتي راستا نونترينور. المدرب المساعد جلس معاه وتشاور انت وياه، ولا بانت ليه شي حاجه تصنت ليه. راه هذا هو علاش كنقول لك انا الافكار والاكسبيريونس كتقاسم ما بيناتهم، ماشي واحد يعني سلطوي لا انا هذا القرار هو اللي بغيت ناخذ. الا سمحتي لي ايمان بغيت نمشي معاك في ذاك الطرح اللي قلتي قبيله، ذاك الفراغ اللي كاين في الكلوب. غير اليوم جواد بن كيران مؤسسه منير، مؤسسه حنا اللي كنتمناو منير هو هذا المشكل. مؤسسه حنا اللي كنتمناو منير هو هذا المشكل ينتهي بصفه نهائيه، والتفكير دابا في المستقبل. لا ماشي في الماتش، في المستقبل ديال الفريق بما تبقى بهم، منهم هذا الماتش اللي كاين ومنهم البطوله ومنهم كاس العرش كي قلت انت، والتفكير ان شاء الله في كاس العرب، لانه ما خصش هذا الشيء يبدا يتكرر، لانه ماشي في صالح فريق الوداد.